فسيخ ولا جراد؟ خلينا نحسم الجدل. اول حاجه خلينا نتكلم عن الفسيخ. الريحة الفظيعة دي. الاكله دي جذورها فرعونيه قديمه، مش اختراع حديث. بتتعمل اساسا من سمك البوري، والعمليه كلها عباره عن تخليل وتخمير في ملح كتير. الفكره ان الملح عالي بيحافظ على السمك ويمنع نمو البكتيريا لو اتخزن صح. لو اتعمل صح في بيئه نظيفه مش بيسبب مشاكل غير انه اكل مملح زياده، يعني محتاج حذر للي عنده ضغط. لكن لو اتخزن في بيئه ملوثه او من غير رقابه ممكن ينمو عليه بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتيولونيوم، ودي بتنتج سم قاتل اسمه بوتيولونيوم توكسين، والجرعه الصغيره منه ممكن تقتل. عشان كده وزارة الصحة في مصر كل سنة بتطلع تحذيرات من الفسيخ لو مش من مكان مضمون. نروح بقى للجراد. هاكل ايه؟ ده عندنا بيضربوه بالشبشب. الجراد أكلة منتشرة في مناطق كتير في أفريقيا والخليج واليمن، وده مش أي حشرة والسلام، ده مصنف في الشريعة الإسلامية من الحلال الطيب، لدرجة إن في حديث صحيح عن النبي بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. أما من الناحية الغذائية فالجراد غني جدا بالبروتين، بيوصل ل50 أو 60% من وزنه، ومعاه معادن زي الحديد والزنك وأحماض أمينية مفيدة. بيتاكل بعد ما يتنضف ويتحمص أو يتقلي، وناس كتير بتشبه طعمه بالجمبري الناشف. وميزة الجراد إن مفيهوش مخاطر السموم زي الفسيخ إلا لو اتعرض لمبيدات زراعية وقت المكافحة. الفسيخ أكلة تراثية فرعونية لذيذة للي بيحبها، بس خطورتها عالية جدا لو مش معمولة صح. الجراد أكلة قديمة برضه، غنية بالبروتين، آمنة نسبيا لو مصدرها نضيف، ومتصنفة حلال من غير مشاكل. في النهاية كل بلد في العالم ليها أكلاتها الغريبة اللي ممكن تبان مقرفة لناس تانية. عندك مثلا في إيطاليا في جبنة الكاسو مارزو اللي جواها يرقات حية، وفي إفريقيا في ناس بتاكل النمل الأبيض المقلي. يعني زي ما المصري بيشوف الجراد غريب، الخليجي ممكن يشوف الفسيخ أغرب. وفي الآخر الأكل جزء من الثقافة والهوية، واللي انت شايفه مقزز ممكن غيرك يشوفه كنز.